يترقب الجمهور الرياضي المغربي مواجهة ودية دولية تجمع المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بنظيره المنتخب البحريني، وذلك في إطار استعدادات المنتخب المغربي لنهائيات كأس إفريقيا 2025 التي يستضيفها المغرب. تفاصيل المواجهة: من المقرر أن تجرى المباراة يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025 على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي للمغرب. أهداف البرنامج الإعدادي للمنتخب: تأتي هذه المباراة ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الناخب الوطني بهدف رئيسي هو رفع الجاهزية البدنية والتكتيكية للفريق قبل انطلاق الحدث القاري، وتعتبر المواجهة فرصة حقيقية للجهاز الفني من أجل اختبار التناغم بين العناصر الأساسية والجديدة، منح الفرصة للاعبين الصاعدين لإثبات قدراتهم في أجواء تنافسية دولية، الاستفادة القصوى من عاملي الأرض والجمهور، حيث تم اختيار الملعب الوطني لتمكين أكبر عدد من الجماهير من دعم وتحفيز اللاعبين. توقعات المباراة والأسلوب التكتيكي: ينتظر أن يكون ملعب مولاي عبد الله مسرحا لحضور جماهيري غفير، حيث يتوقع أن يدفع الناخب الوطني بتشكيلة تجمع بين الخبرة والشباب، مع احتمالية الاعتماد على خطة هجومية متوازنة تركز على تفعيل الأجنحة وتأمين الخطوط الدفاعية. من جانبه، يسعى المنتخب البحريني لفرض إيقاعه وتقديم أداء مفاجئ عبر الاعتماد على لاعبيه المبدعين. ويشار إلى أن كل دقيقة في هذه المباراة الودية ستشكل جزءاً حيوياً في تقييم أداء اللاعبين وتحديد التشكيلة النهائية التي ستخوض غمار المنافسات الإفريقية. إذا أعجبك الفيديو اشترك في القناة وضع تعليقاً تشجيعاً لنا.